بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم يا جماعه. وصلنا مطار الامير محمد بن عبد العزيز. نوصل بقى ان شاء الله للمدينه. من المدينه دي الغرفه. كنت عايزه بس اصور لكم الفندق. ده الفندق كده من بره. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الفرق ما بين التكلفه الغاليه والتكلفه الرخيصه البعد بس عن الحرم. صراحه ديار مكه، ديار المدينه، ده الفندق اللي نزلنا فيه في المدينه المنوره. الفندق والله كويس. الغرفة رباعية لأن أنا كنت دافعة 27,500 جنيه. في ناس بتدفع مبالغ أكبر من كده بكتير، وغرفة رباعية برضو أو ثلاثية بس بتكون أقرب شوية. المسافة ديت أنا نزلت من الفندق بعد ما وصلت وحطيت الشنطة بتاعتي والحاجة. عايزة بس أوصل أو أوريكم قد إيه إن المسافة مشي قريبة جدا من الحرم، مش بعيدة ولا حاجة. انا الفيديو ده عاملاه مشي من الفندق لحد رحاب المدينة، رحاب المسجد النبوي، علشان بس تشوفوا قد ايه ان المسافة مش بعيدة. على فكرة الدنيا كانت زحمة جدا، كتير قوي من الباصات الكبيرة ديت بينزل ما شاء الله حجاج من الدول العربية كلها، ومن اندونيسيا كتير جدا، ماليزيا، الهند، ناس كتير جدا جدا، جنسيات واعراق كتير جدا، كلهم الحمد لله رب العالمين. ربنا يزيد المسلمين في كل مكان. مسلمين موحدين بالله جايين يعملوا العمرة بتاعتهم. الطيران يا جماعة من جاكرتا أو من أندونيسيا 13 ساعة. احنا أخدنا ساعة ونص، تخيلوا. وبيجوا مسافرين وبيجوا معاهم أطفالهم، ناس كبيرة في السن. فاحنا الحمد لله رب العالمين ربنا من علينا بقصر المسافة أو صغر المسافة. السفر مش كبير، بس هي الزحمة ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. انا كده ماشيه خلاص، قربت اوصل لرحاب المسجد النبوي. دي كلها فنادق، دي كلها مجمعات فنادق. فيه منها ال5 نجوم و7 نجوم. الفندق بتاعنا كان 3.5. ما كانش فيه اي مشكله، كان فيه تلاجة صغيره وكان كاتل. في ناس معايا في الغرفه كانت واخده سخان صغير، انا ما جاش في بالي ابدا ان هو مسموح بيه في الطياره، بس في ناس معايا في غرفتي كانوا واخدين سخان صغير. تفتحي علبة فول، تسخني اي حاجة عليه، عيش مثلا كنت حاطاه في الفريزر بتاع التلاجة، مفيش اي مشكلة. كاتل كمان، في ناس واخدة كاتل معاها. هوريكم بس حاجة. انا كده وصلت خلاص. المآذن الكبيرة ديت مآذن المسجد النبوي. استغلوا يا جماعة الدعاء. اول ما تشوفوا حاجة تشرح قلبكم، استغلوا الدعاء، استغلوا بالدعاء، استغلوا الوقت ده بالدعاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. الساحة اللي فيها التصوير ديت ده اسمه مسجد الغمام. مسجد جميل جدا وصغير. معلش يا جماعة، أنا التصوير عندي صعب جدا لأن أنا في فندق دلوقتي وبصور. مسجد الغمام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم دي مكان ساحة الصلاة، صلاة الأعياد وصلاة الاستسقاء. كان في طبعا ما كانش في مسجد الأول، الساحة كانت فاضية. المسجد ده بناه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فيه الصلوات اللي هي محتاجة ساحات كبيرة، الاستسقاء زي ما قلنا والعيدين. كان الجو حر جدا، فربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم غمامة خبت عنهم الحر تماما. ما اتبناش غير في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. بينه وبين المسجد النبوي مسافة صغيرة مش كبيرة. تمام. انا بس ماشيه عشان حابه اوريكم المكان ده قد ايه حلو جدا ومريح نفسيا قوي. طول الوقت في طبعا الكور الكبيره ديت عشان ممنوع دخول السيارات في الاماكن ديت. الباصات والسيارات ما ينفعش تدخل في الاماكن ديت. ده مكان ساحه للمصلين او للناس اللي خارجه من المسجد بس عشان ما يحصلش تجمعات. لان في ايام معينه زي رمضان، زي وقت الحج، زي وقت المولد النبوي، يعني دايما الاعياد بيكون في الوقت دوت زحمه شديده وطوارئ. فالمكان ده بيتساب فاضي تماما لبس الناس اللي خارجة من المسجد النبوي، حمام الحرم. اللهم ارزق كل مشتاق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم انا نحمدك ونستعينك ونستغفرك. اشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة
وكشف الغمة. الدعاء يا جماعة عليكم بالدعاء، بالله عليكم أي حد هيطلع عمرة يدعي كتير جدا 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 جدا، حتى في وقت هو ماشي ما بين الصلوات. فضل المدينة انتوا عارفين، طيبة أو طيبة ده من اسم الطيب أو العطر أو الرائحة الحسنة. فهي آمنة ومستقرة. عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيها ودفن فيها. فيها الروضة الشريفة طبعا. وسيدنا محمد بيقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. خيرا من 1000 صلاة يا جماعة. فيها الروضة الشريفة، وإن شاء الله هعمل لكم تصوير مخصوص للروضة الشريفة. قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تمام. قبر الشريف سيدنا محمد، لما تروحوا الروضة يا جماعة بينكم وبين، انتوا عارفين داخلين على مين؟ بينكم وبين سيدنا محمد أمتار. اللهم اعط كل مشتاق يا رب العالمين. جبل أحد طبعا عارفين، جبل أحد، غزوة أحد، موقع المعركة بتاعة الرماة، كان المسلمين طبعا منتصرين فيها الأول. ده طبعا مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام. ربنا يجمعكم يا رب على الأماكن اللي أنا روحتها ديت يا رب، اللهم أمين، ويعطيك كل مشتاق. بس